تعالي بقى اقولك ازاي تخزني الملوخية بدون اي مجهود وتطلع معاكي بالخضار والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. في وقت كده في السنة بتبقى الملوخية خضارها حلو زي ما احنا شايفين كده، وبيبقى سعرها رخيص قوي. نجيب كمية حلوة كده ونبتدي نقطفها، وانتوا بتقطفوها حاولوا تقطعوا الجزء اللي هو فوق اللي هو بيبقى عامل زي الوردة ده، اللي هو ده كده بيخلي الملوخية طعمها حلو ومسكرة. زي ما احنا شايفين بنجيب ملوخية خضراء، ما نجيبش ملوخية دبلانة او بايتة. بنغسلها ازاي؟ اي ورقيات يا جماعة، واحنا بنغسلها بندعكها. بصوا انا بدعكها ازاي علشان نضمن ان احنا بناكل وبنأكل ولادنا حاجة سليمة. ندعكها كويس كده، وبعد كده ننقعها شوية، وبعدين نغسلها تحت الحنفية مرتين نشطفها. بجيب بقى فوطة وببتدي انشف الملوخية. انا مش عايزاها تنشف قوي، بس انا عايزة اشيل المية اللي على الورق، مش عايزة الورق يبقى عليه مية، كأن انا لسه جايباها بالظبط. الفها بالفوطة واسيبها كده حوالي 5 دقايق تشرب المية بتاعتها، وبعد كده اطلعها. بصوا بقى لونها وجمالها، ده كده شكلها. طيب احنا هنبتدي بقى نخزن الملوخية بتاعتنا ازاي؟ هنخزنها سليمة زي ما هي كده، مش اللي هنخرطها ولا نحط شوربة ولا الكلام ده كله. هناخد على قد الطبخة اللي هنعملها ونحطها في اكياس التلاجة بالشكل ده. بعد كده ناخد الاكياس دي ونطلع منها الهواء، وخدوا بالكم من الكلمة دي، نطلع منها الهواء دي مهمة جدا، لان احنا لو سيبنا هواء في الكيس هتسود. فبنطلع الهواء كويس جدا من الكيس بتاعنا على قد ما نقدر. وبعد كده بناخد بقى الاكياس بنربطها وبنحطها في الفريزر. لو في ديب فريزر بيبقى احسن، لان بتبقى نسبة التجميد او درجة التجميد فيه بتبقى اعلى من فريزر التلاجة العادية. فهنربط بقى الاكياس بتاعتنا ونشيلها في الفريزر او في الديب فريزر، وهوريكم اطلع لكم كيس واوريكم قدام عينيكم بعد ما اتجمدت بقت عامله ازاي. انا بحب احط الحاجات دي في علب كده واحطها في الديب فريزر، بحيث ان هي تبقى يعني تحافظ كده على قوامها وما تتكسرش وتتبهدل يعني. بصوا بقى بنطلع الكيس وهو مجمد، اوعوا تسيبوه يفك يعني، وهو مجمد بالشكل ده بنطلعه وبنكون حاطين الشوربة على النار. انا هنا بخرط الملوخية على ما الشوربة تغلي. طبعا لو عندك كبة اعمليها فيها، انا عندي كبة بس انا الملوخية بالنسبة لي يعني مخرطة، ما بحبش اعملها في الكبة خالص. بحس ان طعم الملوخية، مش عارفة سبحان الله، بحس ان طعم الملوخية في المخرطة بيبقى مختلف عن الكبة. معرفش ده احساس بقى ولا انتوا كمان، يعني قولوا لي رأيكم بقى في الموضوع ده. هنخرط الملوخية. بصوا زي ما احنا شايفين كأننا لسه جايبينها بالظبط. طبعا الشوربة بتاعتي بقى خلاص غليت، هروح ساقطة الملوخية فيها واحطها على النار، يا دوب تغلي غلوة تقلب كده وانزلها من على النار. ما نسيبش الملوخية تغلي يا جماعة، الملوخية ما بتغليش، يا دوب تقلب كده وانزلها. انا بحب احط في الملوخية حتة توم كده نية قبل ما تغلي، وبعد كده اروح رافعاها بقى على النار اول ما تغلي، او اول ما تفور كده اروح منزلها. اكون طبعا بقى مجهزة الطشة بتاعتها اللي هي التوم وكزبرة طبعا زي ما كلنا عارفين، واروح حطها بقى على الملوخية دي. بصوا لما قلبت كده الخضار بتاعها عامل ازاي، واحط بقى الطش عليها، وده كده الملوخية بتاعتنا.